المليار الذهبي اخطر نظريه في العالم، النظريه اللي اتفقوا عليها اكبر المنظمات في العالم، وهي اللي تخلي مليار واحد اللي عايشين. ولكن علاش باغيين مليار واحد بالضبط اللي يبقاو في الكره الارضيه؟ وشنو هي العلاقه ديال الالوان بهذا الشيء؟ واش هاد الفيروسات اللي ولاو كينتشروا في 10 سنين الاخرى كاينين في هذه الخطه ديال المليار الذهبي؟ معكم خوكم ديزي، وهذا الشيء كامل نشوفوه في هذا الفيديو. انجوي. نرجعوا باللور ل 1992 اللي هو العام اللي تجمعوا فيه جميع الدول العظمى والمنظمات الكبيره باش يناقشوا الموضوع ديال التوازن العالمي، حتى وصلوا لهذه النظريه اللي قالوا فيها باللي العالم وصل ل 7 المليار نسمه، وباللي كاع الموارد اللي كتنتجها الارض كل عام ما كافياش هاد 7 المليار كامله، ولكن تقدر تكفيه مليار شخص، وهاد المليار يعيشوا احسن عيشه وما يخصهم والو، وهما اللي يستحقوا يعيشوا، وخصهم يكونوا من النخبه ديال الناس العالم. بدا كيتطبق هذا الشيء في الاول بالحروب العالميه، بحال الحرب العالميه الاولى اللي مات فيها اكثر من 17 مليون شخص في التوتال. من بعد هذا الشيء بانوا بزاف ديال الفيروسات والامراض المدمره، وشي وحدين منهم كانوا هي في هاد السنوات اللي دازوا، منهم انفلونزا الطيور في 2003 وانفلونزا الخنازير في 2009 ومؤخرا فيروس كورونا في الاخر في 2019 اللي ماتوا فيها هو بوحدو اكثر من 7 المليون ديال الناس. من بعد يبغاو يحبسوا من التكاثر ديال الناس، وهنا ندوزو للشذوذ الجنسي. وضروري تكونوا كتشوفوا باللي هاد الاعوام اللي دازوا كاع الدول الغربيه ولاو كيشجعوا الالوان وكيساندوهم باي طريقه ممكنه بداعي الانسانيه وبلا حتى شي سبب، ولكن هذا الشيء راه ما فيه حتى شي انسانيه. اجي نشوفوا علاش. اول حاجه هي يحبسوا التكاثر، حيت الا تزوج راجل براجل راه ما يولدوش، ولا مراه بمراه نفس الحاجه ما يولدوش، وهذا الشيء راه في الصالح ديالهم. والحاجه الثانيه هي يقضيو على كاع الاغبياء اللي وصلوا للدرجه ديال يوليو مثليين، حيت راه النسبه ديال الاصابه ديالو بمرض الايدز راه مرتفعه بزاف، والا مرض به راه بطبيعه الحال 99% يموت. يعني مع الوقت هاد المنظمات راه يوصلوا لكاع داكشي اللي بغاو، اللي هو يخليو هذوك مليار واحد اللي يستاهلوا ديال بصح، ويسهلوا لهم ظروف العيش وما يخصهم والو وما ينقصهم والو. وهنا كنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا كنتي بقيتي حتى لهنا وعجبك الفيديو خلي معك شي لايك وقولها لي في الكومنت، ولا بغيتي تسيبورتيني دير شي سبسكرايب. وشكرا بزاف على الدعم ديالكم لا في يوتيوب لا في انستغرام لا في تيك توك، وكان معكم خوكم ديزي. تهلاو.